السلام عليكم اخواني اخواتي متتبعي ومشاهدي قناه رحموني تي في، كنرحب بكم جميعا. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون في اتم الصحه والعافيه. مؤخرا الاخوان بزاف الناس سواء عبر التعليقات او بشكل مباشر او عبر اللايفات كيسولونا على ديك المساعده ديال 200 ديال الاورو اللي هي مساعده شامله لكل طفل حتى يبلغ سن 18 سنه بدون شروط، واللي كانت اقترحتها السيده يولاندا دياس في وقت سابق، وكتساين الدور ديالها في المصادقه باش تخرج الى حيز التنفيذ. بزاف الناس كيقولوا لي الاخ طارق راهم صادقوا عليها وغادي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الشهر المقبل. بقاو معايا حتى الاخر من فضلكم باش نشوفوا التفاصيل كامله وطبيعه الحال، نشوفوا واش فعلا هذا الخبر يعني مؤكد او مازال قيد الدراسه الى ما غير ذلك. اذا الاخوان نبداو على بركه الله. كيف ما كتعرفوا جميع، نعم فعلا هاد المساعده ديال 200 دولار اورو لكل طفل حتى يبلغ سن 18 سنه اقترحتها السيده يولاندا دياس وطرحتها على الحكومه الاسبانيه باش يصادقوا عليها وتخرج في الجريده الرسميه، ومن بعد يدخل حيز التنفيذ بطبيعه الحال باش يقولوا الشروط ديالها الى ما غير ذلك. لكن الاخوان لحد الساعه ونأكد لكم بكل الدلائل بان هذا الشيء هذا مازال حبر على ورق وينتظر بريسوبوستو جينيرال ديال الاستادو، يعني الميزانيه العامه ديال الدوله، باش يشوفوا لها مصادر التمويل والدخول في الميزانيه ديال 2025. ولكن لحد هذا الفيديو هذا اللي كنهضر معكم ما كاين والو، باش نكونوا واضحين معكم منذ البدايه وما نخليوكمش حتى الاخر ونديروا لكم السسبانس الى ما غير ذلك. اللي بغى يكمل الفيديو يكمل، اللي بغى يمشي بحاله دابا يتفضل. ولكن الاخوان كونوا اكيدين بان لحد الساعه راه ما خليت فين بحث، وهانتم الاخوان ها هي ورقه خرجتها يعني اكتواليزادا، يعني اخر ما كاين في السوق. كيقول لك اودي el gobierno español planilla una prestación universal por crianza de 200 euros. ملي كنقولوا بلانيه يعني ما معنى بلانيه؟ يعني يخطط. اذا لا شيء اكيد لحد الساعه، يلا مازال كيخطط. حنا قلنا لكم الاخوان هاد المساعده يعني اقترحاتها فعلا كاين، ما كايناش شي عافيه بلا دخان، ولكن مجرد اقتراح. يعني ملي كتكون شي حاجه مقترحه او لا مخطط لها، خصنا اول حاجه اللي نبحثوا عليها هي مصادر التمويل. يعني ومصادر التمويل منين غنجيبوا هاد الفلوس باش نخلصوا هاد الناس؟ كما كتعرفوا راه كاينه بزاف ديال الاطفال، كل واحد عنده جوج ثلاثه الى ما غير ذلك، وبالتالي راها فلوس كثيره، وبالتالي خصنا مصدر التمويل ديال هذه المساعده هذه. عاد من بعد نناقشوها مع الحكومه مع الاحزاب المشاركه في الحكومه، ومن بعد نصوتوا عليها وتخرج في الجريده الرسميه، وبالتالي التنفيذ ديالها والشروط ديالها الى ما غير ذلك. اذا الاخوان هي فعلا مطروحه، ولكن لحد الساعه ما كاين والو، باش نكون معكم صريح كما قلت لكم منذ البدايه. اذا نحاولوا ما امكن نوضحوا لكم هذه المساعده وكيفاش جاء الاقتراح ديالها الى ما غير ذلك. الاقتراح ديالها جاء قلت لكم من طرف السيده يولاندا دياس. لماذا؟ لمحاربه يعني لا بوبريسا انفانتيل، يعني الفقر الطفولي، لانهم اوروبا مصنفه اسبانيا بانها مازال كتعاني ديك الفقر الطفولي، ان الطفل ما كيجبرش مثلا بزاف ديال الامور ما كيلحقهاش، يعني بحال مثلا يمشي يدير سبور الى ما غير ذلك، خلص كورسوس ديال ريفورسو مثلا، يدير اكاديمياج الى ما غير ذلك. وبالتالي شافوا انها هذه المساعده مهمه باش يواكبوا الدول الاوروبيه اللي سابقاهم في هذا الشيء هذا، وكذلك يحاربوا بها هذا الشيء اللي قلنا لكم يعني بوبريسا انفانتيل. اذا هنا كيقول لك اودي cuantía 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años، يعني 200 اورو لكل طفل حتى يوصل لسن 18 سنه، يعني سن الرشد، ومن ثم كيقطعوها على حساب كل طفل. هنا كيقول لك اونيفرساليداد، يعني ما عندهاش نو تيني ان كوينتا ديك لوس انغريسوس، يعني لا سيتواسيون لابورال ديال هادو الاباء ديال هاد الاطفال هادو. ما معنى ذلك؟ يعني اذا خرجت الى حيز التنفيذ ما يكونش فيها واحد الشروط، خصوصا
الامبرال فاميليار ديال لينغريسوس، يعني ما عندي نشوفوش مثلا شحال الدخل ديال هاد المراه والراجل ديالها الى ما غير ذلك باش نعطيوها لكم. لا، هذه غادي تكون شامله، سواء غني فقير الى ما غير ذلك. وبالتالي عليها سموها كيف ما قلنا في البدايه بريستاسيون اونيفرسال بور كريانثا. نزيدو نكملوا الاخوان. هنا كيقول لك سير ريسيدنتي ان اسبانيا، بطبيعه الحال يعني عندك الاقامه ديالك في اسبانيا، سواء عندك الجنسيه او الاقامه. وكذلك ستار ام باترونادو، يعني ماذا يعني ذلك؟ عندك شهاده سكنه، يعني عندك كونفيفينسيا، عندك واحد نوكليو فاميليار، يعني عندك واحد نواه فاميليار، وعندك الكونفيفينسيا ديال وليداتك وانت والمدام ديالك الى ما غير ذلك. كومو سي سوليسيتا، يعني حنا دابا كنسبقوا الفرحه الليله كما كيقولوا. دابا كيقول لك زعما في غادي نطلبوها. هنا كاتبين الاخوان في هذه الورقه اللي خرجت انا واللي هي اكتواليزادا، يعني كيقول لك لا سوليسيتود سي رياليزا اونلاين اترافيرس لا سيدي الكترونيكا ديال لا سيغوريتي سوسيال او دي فورما بريسينسيال ان اوفيسيناس، يعني الضمان الاجتماعي هو اللي غادي يتكلف بها في حاله ما اذا، يعني كنزيد ناكد في حاله ما اذا صدقوا عليها. لحد الساعه ما كاين والو. انا عا كنقول لكم شنو الاقتراحات وشنو هما الخبايا ديال هذه المساعده هذه في حاله ما اذا خرجت الى حيز التنفيذ. يعني ماشي شي واحد يجي غدا ويقول لي والاخ طارق وانت قلتي لنا سيوري صراحه حنا هبطنا وما قالوا لنا مازال. انا لحد علاش سبقت لكم داك الشيء هذاك؟ لان يعني بزاف فيكم ما كيكملش الفيديو، انا سبقت لكم درت فيكم خير، لا ما تكملوا زعما حتى الاخر. وشنو هما الوثائق اللي غادي يطلبوها في حاله اما الا صدقوا عليها؟ هو الدينيس والليبرو فاميليار وكونفيفينسيال نادا ماس، وتكطلبها لا سيغوريداد سوسيال فورما بريسينسيال او اترافيرس السي دي الكترونيكا، يعني في حاله ما اذا كان عندكم ديك الكلافي بيرمانيتي او لا سيرتيفيكادو ديجيتال. اذا هنا كيقول لك سمعوا مزيان اكتوالمنتي ايش انا بروبوستا، يعني لحد الساعه هي مجرد اقتراح كي سيسبيري que se incluye en los presupuestos generales del Estado de 2025، يعني هي مجرد اقتراح ينتظر الموافقة، وكذلك أنهم يدخلوها في الميزانية العامة ديال الدولة ديال 2025. نزيدو نكملو ماس لا يودا أو نشطة أبروفادا. ها اللي قلت لكم الإخوان لحد الساعة هذه المساعدة مازال ما صدقوا عليها، ني إيش بوسيبلي سوليسيتار لا، وما يمكنش انك طلبها، يعني نقطه الى الصفر. هنا الاوبجيتيفوس دي لاس ميديداس، يعني علاش الهدف من هذا اقتراح هذه المساعده هذه. هنا كيقول لك كومباتي لا بوبريسا انفانتيل، يعني باش نحاربوا الفقر الطفولي. ابويا a las familias para compensar los gastos de crianza، يعني نساعدوا العائلات باش ديك الغاشتوس، يعني ماذا يعني دابا تنسات لي العربيه ديال كريانسا، يعني ديك المتطلبات ديال هاد الاطفال هادو كما قلت لكم في البدايه، يعني يشريو شي حاجه، لان انتم عارفين الاخوان هنايا في اسبانيا يعني اذا كانوا عندك الاطفال بزاف ما كتلقاش شي مساعده، راه عرس برديلات وهذا والنشاط الرياضي ديالهم والقرايه ديالهم التليفون ديالهم الى ما غير ذلك، راه كيتقاموا عليك بما هي وما ناولوها. يعني عليها كيقول لك زعما ابويا a las familias para compensar los gastos de crianza fomenta la natalidad en España. كذلك من بين الاهداف انها تزيد في الناتاليداد. يعني ماذا يعني ناتاليداد؟ هي الخصوبة، يعني شافوا بأنه في حالة ما إذا صادقوا عليها يعني العائلات يمكن لهم يتشجعوا يولدوا كما باقي الدول الأوروبية، يعني داروها باش يشجعوا الأطفال، يعني يشجعوا الآباء أنهم يزيدوا يولدوا إلى ما غير ذلك. إذا هذا الشيء اللي كاين الإخوان. شكرا على اهتمامكم، تحياتي للجميع، نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. ان شاء الله ملي غادي تخرجوا وتصدقوا عليها في تدخل في حيز التنفيذ، غنكونوا من بين الاوائل اللي غادي نقول لكم كل شيء. تحياتي لكم.